خطوات مبتكرة في إعداد برامج التنمية الترابية المنتجة. وترتكز هذه البرامج على تثمين المناطق الترابية، خلق فرص الشغل، خلق الثروة بالمساواة في ولوج الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، وتدبير ديناميكي للموارد المائية. هذا جزء من الأهداف المتوخاة لهذه البرامج التنموية لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وفق ما يطمح إليه صاحب الجلالة حفظه الله ونصره وأيده. وختاما بالجميع الاختراق التام في هذا الوقت الواعي والمساهمة الفعلية في مسائل خلال المقترحات البناءة والواقعية والتحدي بروح الابتكار والمبادرة الصادقة. وفي الأخير نسأل الله جميعا يوفقنا لما في خير هذا البلد الأمين، وأن نكون جميعا في مستوى مسؤولي العالم في الدرجات محمد السادس نصره الله وأيده وأقر عينه ولآله محمود الأمين الجليل مولاي الحسن وسد أثره شقيقه صاحب الملك مولاي رشيد وباقي أفراد الأسرة البلدية الشريفة إنه سيد ولا لا. المداخله ديال السيد العامل بطبيعه الحال هي الكلمه الافتتاحيه اللي افتتح بها بطبيعه الحال هذا اللقاء التشاوري. بطبيعه الحال كما كنعرفوا ان السيد العامل الاقليم هو رئيس اللجنه الاقليميه المختصه بازاء هذا الانتاج وهذه الهندسه وهذه الصناعه ديال هذه البرامج التنمويه او هذا الجيل الجديد من البرامج التنمويه المندمجه على المستوى الاقليمي. بطبيعه الحال السيد العامل اعطى الخطوط العريضه ديال كيفيه الاشتغال، حط توجيهات ويعني والكادراج ديال الاشتغال ديال سواء اللجنه الاقليميه سواء لجنه الدعم سواء بطبيعه الحال اللجان اللي هي غتكون لجان موضوعاتيه تقنيه واللي غيتم الاشتغال خلال هذا الشهر كامل بطبيعه الحال من اجل اننا نحاولوا اننا ننتجوا واحد الوثيقه يعني تكون موضوعيه ويعني قابله للتحقيق في اطار هندسة وإنتاج جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، استجابة بطبيعة الحال مع التوجهات والتوجيهات الملكية السامية وارتكازا واستثمارا لمختلف التجارب الرائدة اللي ركبها المغرب على في هذا الموضوع هذا. بطبيعة الحال اليوم ما يمكنناش نتحدثوا على أي برامج تنمية مندمجة على المستوى الترابي بدون استحضار واحد المجموعة ديال الركائز الأساسية، لا سيما ربما الأهم ديالها هو تحقيق العداله المجاليه، اعتماد المقاربه التشاركيه و يعني استدامه الموارد الطبيعيه. في هذا الاطار الموازاة مع هذا اللقاء التشاوري تمت برمجة واحد المجموعة ديال الورشات موضوعاتية، ما في ذلك بطبيعة الحال الورشة الموضوعاتية المتعلقة بتدبير الاستباقي واستخدام الموارد المائية من خلال هذه الورشة هذه اللي شاركوا فيها مختلف الفاعلين سواء المؤسساتيين سواء من طرف المجتمع المدني فعاليات المجتمع المدني. تم تشخيص الوضعية ديال تدبير هذه المادة الحيوية على المستوى الإقليمي، المشاريع الكبرى التي عرفها الإقليم على مرتبطة بهذا المجال هذا، في ذلك مثلا مشروع استمداد اللي الطاقة الاستيعابية ديالو 1 مليون متر مكعب اللي يتم الانتهاء ديالو بنسبة 100%، ومشروع إنقاذ ساحل السيس مشروع يعني عبر تزويد الضيعات الفلاحية والفلاحين وتمكينهم من سقي الضيعات ديالهم الفلاحية انطلاقا من مياه سد مداز. بطبيعة الحال المشروع ديال رباط الخير اللي هو طور الانجاز وتم يعني بدات فيه الاشغال ديالو. يعني هاد الورشه هذه من خلال التشخيص يعني تم طرح مجموعه ديال الاكراهات، مجموعه ديال الصعوبات، بطبيعه الحال مجموعه ديال الامكانات اللي كيسخر بها الاقليم، لا سيما فيما يتعلق بضمان التوازن ما بين تزويد الساكنه بالماء صالح للشرب اللي هو كيبقى واحد الهدف اساسي مطلق ما يمكنش نناقشوه نهائيا، وبطبيعه الحال دعم المجال الفلاحي عبر ابتكار واقتراح اليات جديده مبتكره اللي ممكن انها تساهم في ترشيد السقي
سواء انطلاقا من المياه الجوفيه او انطلاقا من المياه السطحيه، غيتم بطبيعه الحال الرفع ديال هذه الخلاصات وهذه التوصيات وهذه الاستنتاجات اللي بطبيعه الحال ولا شك غادي تساهم في ارساء واحد التنميه مندمجه يعني على المستوى الاقليمي بطبيعه الحال المستوى الترابي. المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم سفرو. اليوم كنحضروا اللقاءات التشاورية حول برامج التنمية المندمجة. هذه اللقاءات التي تأتي بإطار تفعيل التوجيهات الملكية الثانية حول تحقيق تنمية مندمجة شاملة، وفي إطار العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه لقطاع التربية والتكوين. ستساهم هذه البرامج في توسيع العرض المدرسي على مستوى إقليم سفرو من خلال إحداث مؤسسات تعليمية جديدة، وكذلك من خلال تحسين البنيات التحتية بالمؤسسات التعليمية وتأهيل المؤسسات التعليمية. كذلك ستمكن برامج التنمية المندمجة من تحسين التمدرس ودعم التعليم الأولي، توفير خدمتي النقل المدرسي والإطعام، والأمر الذي سيساهم بشكل كبير في حد من ظاهرة الهدر المدرسي، وسيعمل على تشجيع الفتيات على متابعة دراستهن خاصة بالعالم القروي. ويأتي هذا الورش الملكي في إطار رؤية شاملة تجعل من التعليم رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والبشرية، وكذلك سترسخ مكانة إقليم سفرو في إطار دينامية التنمية الوطنية. السلام عليكم. السيدة بشرى دابور، رئيسة التعاون السكاني مع الرياضة التقليدية والترفيه في مدينة سفرو، رئيسة جمعية حماية وتتميم الزي والتراث المغربي كموروث لا معدي. أنا جد سعيدة بالتواجد ديالي داخل عنادة سفرو. كنشكر السيد العالم الإقليمي على هذه البادرة اللي تحسسنا أن ورشة يكون فيها تشغيل تشاركي ونعبروا على الحاجيات ديال المدينة، وعلى ما كاين شي حاجة اللي كنطلبوا الحمد لله ملي كنا سيدنا واقف معنا دائما في هذه المشاريع، حنا دائما هذه الإشارة. وبالنسبه لنا حنا كصناعه تقليديه كنهضر بالميدان ديالي ونستثمر مجموعه ديال الاليات خديناهم، وحنا مازال ان شاء الله في صدد اننا نعاودوا نفعلوا المبادره وننتبه لان الاقليم كيحتاج كتعرف ان عندنا حضر مدرسي مزيان بزاف، وكنحاولوا نستقطبوا مجموعه من الشباب اللي انقطعوا الدراسات ونحاولوا نوجهوهم للميدان الحرفي، لان كما كتعرف الحرفه لا ما غنات كتستر ولا كتزيد في العمر. حنا نتمنوا ان شاء الله نحاولوا ديما نكونوا دائما وراء سيدنا وراء ننميو الاقليم ديالنا، ودائما نخدموا في الصالح العام، ونتمنى دائما نكونوا عند حسن الظن. وشكرا.